بال الله حار والواقع ماشي كما الواقع. راني حاير كي جيت الله يبارك من البوليسيه الشعب. ما ديما نقول لك الله يبارك بكل الله. المشاكل اللي كاينه ما بين المغرب والجزائر خلات بزاف ديال الناس انهم يخافوا يدخلوا للمغرب مثلا او يدخلوا للجزائر، حيت عندهم فكره، وهذه الفكره طبعا جابوها من خلال مشاهده الفيديوهات اللي كتظهر على الانترنت. لكن من خلال المشاهدات ديالنا للفيديوهات اللي بانوا في الايام القليله الماضيه على فريق قسنطينه والجمهور ديالو، واللي جاوا لمدينه وجده عبر مطار انقاد، واللي قالوا بصريح العباره انهم ما كانوش متوقعين هذا الاستقبال، وانه الواقع ماشي هو المواقع. هنا كنشوفوا بلا ان قوة الميديا والبروباغندا اللي كديرها قادرة تدمر جميع الاشياء ومنها العلاقات الاجتماعية. تخيل معايا بلدين جارين نفس الديانة ونفس اللغة ونفس حتى الثقافة وعندهم حدود برية لكنها مسدودة منذ 3 عقود تقريبا. في المقابل كتلقى الشعوب بيناتهم متحابين وكيبغيو بعضياتهم، لكن في المواقع كتلقى حاجة أخرى. وهذا إلا دل على شي حاجة كيدل على أن أيادي خفية وتقدر تكون خارجية لتدمير هذين الشعبين وما يخليهمش يتفقوا على حاجة واحدة، حيث هما عارفين إلى اتحدت المغرب والجزائر غادي يكونوا قوة ضاربة بمعنى الكلمة، قوة ضاربة، وغادي يوضعوا إفريقيا وأوروبا تحت السيطرة. لكن الإعلام والميديا قدروا أنهم تقريبا يسيطروا على عقول الشعبين وقدروا يوصلوا لداك الشيء اللي بغاو. لكن إن شاء الله بحول الله غادي تكون هناك نهضة لهذين الشعبين، وغادي تكون نهضة قوية إن شاء الله. وأنا في رأيي الشخصي خاص يكون اتحاد وتلاحم بين هذين الشعبين، حيث راه بصح غادي يكونوا قوة ضاربة في المنطقة. وانتم قولوا لي اش بان لكم، قولوا لنا الرأي ديالكم في هذا الموضوع. كان معكم ابراهيم على قناة ابراهيم بي اش زد. نتلاقاو في فيديو جديد وتهلاو.